وفاء عامر احسن مني؟ ده انا لسه عايشها في عذاب، ده انا لسه هدوقها المرار اللي هي دوقتهولي. وفاء عامر ومرات شيكا بقى، وهم بيتفقوا على القرنية وعلى الفشة والكرشة والكراوي. الموضوع كبر ودخل في الجد، وخلال الساعات القادمة هيتم ضبط وإحضار الفنانة وفاء عامر لفتح تحقيق معاها في القضية اللي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، الإتجار في البشر. يقومون بتجارة أعضاء المصريين، ولقوا فيها بقى سيوف مرصعة بالألماظ وسبائك ذهب. ما هو بيحاول ياخد أي فلوس، أي حاجة، أو يشتري بيها أي حاجة. ما هو بيحاول يغسل الفلوس. طب إيه اللي حصل يخلي الموضوع يتطور للدرجة دي ويتم ضبط وإحضار وفاء عامر؟ هو ده بالظبط اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. بعد القبض على عدد كبير من متسولين التيك توك، اتضح ان العديد منهم شغال في غسيل الاموال، زي سوزي كده اللي غسلت 15 مليون جنيه، ومداهم اللي غسل 65 مليون، وممكة بتاع الفسيخ اللي لقوا عندها سبايك دهب ب10.5 مليون جنيه، وناس تانية كتير شغالين في نفس القصة ومعاهم فلوس اكتر، وتحولوا للاموال العامة، وتم التحفظ على اموالهم وعقاراتهم وسياراتهم وكل اللي معاهم، وهيطلعوا يشحتوا بجد تحت الكباري. وخلصت الحكاية في الجزء ده اللي كانت اتكلمت عنه مروة الشهيرة ببنت الرئيس، هو جزء غسيل الأموال. ولكن النهاردة هيتم اتخاذ إجراء قانوني، ولكن في الجزء التاني، الجزء الأهم اللي شغل الرأي العام، قضية الإتجار بالبشر اللي اتهمت مروة فيها الفنانة وفاء عامر وعدد كبير من البلوجر. هتقولي طب ايه اللي فكرهم بالموضوع ده وليه كانوا ساكتين عنه؟ اللي فكرهم بالموضوع وخلاهم يتكلموا عنه وخدوا الحكاية بجد هو ظهور عدد كبير جدا من الفيديوهات لناس بتقول انها بالفعل باعت اعضائها بوسائط ام مكة او ام سجدة للفنانة وفاء عامر. انا شكرا على اللي عملتيه معايا، انت عملتي معايا فوق الغلط بشوية. انا وربنا تعبان لحد دلوقتي ما قادر، بس انا مش هحل المره دي ومش هسيب حقي ومش هسكت. زي ما كله اتكلم انا هتكلم. انا عملت زي الناس كلها، وانت يا فنانه اللي قنعتيني ووقفتي واتكلمتي معايا والكلام ده كله وخليتيني عملت كده. انا غلطان، عندي غلط، مش ما عنديش غلط اللي انا وافقتك اساسا، بس زي ما كله اتكلم وعرفتي غلطي، انا انا كمان لازم اتكلم، وغلاوه ربنا ما هحل واتكلم وهنزل فيديوهات تاني، وكل شويه انزل فيديوهات لحد لما تشوفوا لي حل في الحوار ده. انا تعبان وربنا تعبان اهو، تعبان يا جدعان، حرام. فبرضه زي اي حد عايز حقه. انا برضه غلطت، ما البني ادم مش معصوم من الغلط. غلطت، دي ظروف الدنيا كانت صعبه عليا وقلت اعمل الحوار دوت، فمش ذنب برضو اللي انا عشت طول عمري تعبان كده اهوت. ما كنتش حابب اطلع يا جدعان عشان وفاء عامر اللي هي بتجري في القضايا ومساجده. انا من واحد من ضمن الناس اللي بعت كليتي تبع وفاء عامر. وظهور ام محمد خالد الولد اللي اتكلمت عنه مروه في احد الفيديوهات، وقالت انهم خطفوه وخدوا منه اعضائه. محمد اختفى يوم 27/7/2021، كان بيلعب في الشارع مع أطفال، والأطفال دول طلعوا ومحمد جه يتوجه للبيت، فجأة اختفى محمد. لما ظهرت المدعوة اللي اسمها مروة بتقول، أول فيديو ظهرت قالت الواد بتاع الوراق، فاكرين الواد بتاع الوراق اللي انتوا خدتوه وبعتوه أعضاء؟ تاني فيديو ظهرت وقالت محمد خالد. طب أنا دلوقتي بقى دليلها إيه؟ طالما قلتي اسم ابني أنا عايزة الدليل، فأنا إن شاء الله هقدم فيها بلاغ وهتهمها، تقول لي إيه دليلها إن ابني اتاخد أعضاء. القصة زي ما انت شايف ان الطفل محمد خالد ابن الست ام محمد اختفى، وهم فضلوا يجروا ما بين الاسم والنيابة ومديرية الامن والتحريات والبحث الجنائي اشتغل وفرغوا الكاميرات وقلبوا الدنيا اكتر من 4 سنين وهم بيدوروا على الولد، لحد لما ظهرت مروة وقالت اثناء فيديو على التيك توك، فقالت لهم من ضمن كلامها مش القديم، وتقصد واحده من التيك توكر المقبوض عليهم، وهي بتقول لها ان فاكرين انت فاكره ان انا مش عارفه انتوا بتعملوا ايه، لان انا عارفه على الواد محمد خالد بتاع الوراق اللي انتوا خدتوه وبعتوه اعضاء. وحددت محمد خالد، معنى كده ان مروه اللي ما كانش ليها وجود لما الواد اتخطف من 4 سنين، ما كانتش مروه دي موجوده على الساحه وما كانش حد يعرفها. ده انت عندك معلومه،
وده اللي خلانا بدانا نتحرك. انا لما شفت الفيديو بتاع الست ام محمد الموضوع كان صعب ومؤثر، وده اللي خلانا تواصلنا معاها ان احنا نتبنى القضيه لحد لما نعرف محمد فين ونجيب حقه وحق اهله في ان هم يعرفوا ابنهم فين. قررنا ان احنا هنقدم بلاغ صباح باكر في نيابه المنتزه ضد مروه عشان نسالها ونواجهها بالفيديوهات اللي هي قالت فيها اسم محمد. مين من الخصوم بتوع الطرف الثاني اللي هي كانت بتهاجمهم وبتشتمهم يعرف المعلومه دي ويسربها لمروه عشان مروه تمسكها عليهم ذله وتقول لهم انا عارفه عنكم اسرار. جابت المعلومه دي منين؟ عايزين نعرف، والا تبقى هي بتتستر على مجرمين. مين اللي قال لها واللي قال لها عرف منين؟ وهل فعلا التيك توكرز اللي مقبوض عليهم دول ليهم علاقه بخطف محمد؟ ونفس التيك توكرز دول كانوا موجودين في عزومه عند واحده فنانه عزماهم وبيتكلموا على ان هم من الوراق، يعني من نفس المنطقه، شبكه مربوطه ببعضها. موضوع محمد خالد لا ينفصل ابدا عن قضيه التيك توكرز اللي موجودين. النيابه قبضت على عدد كبير منهم وجاري التحقيق معاهم كلهم لان هم كلهم مرتبطين ببعض. وده اللي خلى محامي ام محمد خالد يطلب من المحكمه المواجهه مع مروه بنت الرئيس عشان يتاكدوا من صحه كلامها اللي قالته عن محمد خالد. وبالفعل قابل احمد مهران محامي والده محمد خالد مروه في النيابه. يا ترى مروه اخبارها ايه وايه اللي بيحصل معاها؟ ومروه فين دلوقتي؟ وقالت ايه في التحقيقات؟ انا اول امبارح كنت موجود في النيابه بحضر التحقيقات مع ام محمد خالد وابوه، وهناك قابلت مروه بعد ما قدمت البلاغ، ورئيس النيابه مشكورا فتح تحقيق وسمع كلام ام محمد خالد وابوه، واللي حكوا له كل التفاصيل من اليوم اللي اتخطف فيه محمد خالد سنه 2021 لحد النهارده. والعريضه اللي احنا قدمناها للمحامي العام كان الهدف منها استدعاء مروه وسماع اقوالها باعتبارها ان هي الشاهد الوحيد بالنسبه لنا على ان محمد خالد اتخطف. وبالفعل النيابه استدعتها وعملت مواجهه بينها وبين الام، وقالت للام ما تخافيش انا هقف معاكي وهقول كل اللي اعرفه عشان تعرفي ابنك راح فين، واللي عملوا فيه كده ياخدوا جزاهم. وبعد ما خلصت المواجهه بين ام محمد خالد وبين مروه، واللي قالت ايوه فعلا دي فيديوهاتي وانا قلت الكلام ده وعندي معلومات، مروه شافت الفيديوهات وقالت فعلا انا اللي قلت الكلام ده وده صوتي وده انا. عايز اقول لكم ان انا شخصيا مصدق مروه جدا في كل كلمه بتقولها، ومتاكد ان مروه دي مش مجنونه ابدا، ومش ممكن تكون خرجت تقول الكلام ده الا وهي عندها معلومات وادله. لكن من الواضح ان المعلومات والادله والحاجات اللي كانت معاها كانت محتفظه بيها في رسائل على الحساب بتاع التيك توك واللي اتقفل في هوجه الاحداث اللي حصلت. وبعد ما اكدت له مروه ان كل اللي قالته حقيقي وحصل بالفعل، قرر يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بفتح التحقيق في قضيه الاتجار بالبشر. وبكده هيكون خلال الساعات القادمة هيتم فتح التحقيق مع كل الأسماء اللي اتقالت، وعلى رأسهم وفاء عامر. وكلنا في انتظار ظهور الحقيقة، وهسيب لحضراتكم التعليق.